كبير لبلدنا. العالم كله بيقول عيد الحب، والنهارده بنعيش معاكم الحب بكل الصور المختلفة، حب الأسرة وحب البيت وحب العيلة وحب الزوج وحب الزوجة وحب الأولاد وحب حتى أي اتنين مرتبطين، لكن في الأول وفي الآخر كلنا بنحب مصر. بنحب احنا بصراحه مصر. بنتلكك، عايزين نحب في بلدنا وطالعين نحب في بلدنا. النهارده هنحتفل باليوم الجميل ده مع كل واحده فلاحه قاعده في الغيط، مع بياعة الجرجير، مع كل انسان بيعمل شغله، مع كل انسان بيبني، مع كل انسان بيحب بلده وبيقول يلا بينا نحط ايدينا على ايدين بعض عشان خاطر البلد تبقى احسن، مع ابسط بني ادم ونقول له دورك اهم من دور اكبر كبير مليون مره. مهم جدا انك تشتغل وتخلي بالك من الحاجة اللي انت بتعملها، لان مهما كان دورك صغير لانه في الاخر بيصب في مصلحة مصر، مش كده ولا ايه؟ النهارده واحنا بنقول عيد الحب والعالم كله بيحتفل بيه وبيجسد قصص الحب، قصص الحب اللي موجوده في كل مكان وهتفضل موجوده على مر الزمان، لكن يمكن احنا كمصريين في الوقت الحالي بنمر بحاله خاصه جدا، حاله مش بس احنا بس اللي بنراقبها، لكن العالم كله بيراقبها، والعالم كله زي ما بيشوف وبيسمع وبيعرف عن المصري ان هو بيحقق اشياء مختلفه وبيحقق يعني مش عايزه اقول يعني حاجات بتخليه مصدر ذهول بالنسبة للعالم، لكن في نفس الوقت المصري اليومين دول في حالة تحدي كبير قوي، تحدي للأزمات، تحدي للإرهاب، تحدي لحالة اقتصادية كلنا بنعاني منها، تحدي لحاجات كتيرة قوي، لكن في الأول وفي الآخر التحدي الأكبر إنه يثبت ذاته ويثبت حبه لبلده قدام العالم كله. علشان كده النهاردة من خلال مصر جميلة بنقول كلنا بنحب مصر، مش مجرد شعار أو مش مجرد كلمة بنقولها، كلنا بنحب مصر، دي قيمة كبيرة قوي لازم كلنا نحققها. هنتغلب على صعابنا بإذن الله، هنتغلب على مشاكلنا بإذن الله، هنثبت للعالم كله إن مصر مش بس قد الدنيا، مصر أم الدنيا كلها. عارفة يا نجلة، انا مش من بتوع نظرية المؤامرة بقى والكلام الكبير دوت المجعلص ده، لكن كنت زمان بسمع ان ما احنا بنتعرض لمؤامرة وحاجات كبيرة كده، لكن لا، يعني لو ركزنا النهاردة احنا حاليا انا بقول ان احنا اكيد يعني في ناس عامله كماش علينا، في ناس مش عايزه ان احنا نتقدم، في ناس مش عايزه ان مصر ترجع تاني. هنقول لهم لا، مصر هترجع وتبقى احسن حاجه في الدنيا. ايه اللي يمنعنا ان احنا نحلم؟ ايه اللي يمنعنا ان احنا نفكر كده ونغمض عينينا كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ ليه بلدي ما تبقاش احسن بلد في الدنيا؟ عندي الموارد وعندي كل حاجه، وربنا مديني سياحه واقتصاد وموارد وناس، مديني 90 مليون واحد مصري مليان نخوه ورجوله، سواء رجاله وستات. على فكره الستات عندنا رجاله جدا قوي بمعنى قوي الرجوله، يعني جدا. يعني ليه ما نحبش راجل بلدنا؟ زي ما ليه ما بيقول. نعملش نحلم كده ان بلدنا تبقى احسن بلد في الدنيا؟ متهيألي ان سقف الطموح مفتوح، مش عيب ابدا ان انا احلم ان بلدي تبقى نمبر 1 في العالم في كل لا ده المجالات. مش عيب، ده لازم نحلم بكده. مش بس كده يا حاتم، انت بتقول نظرية المؤامرة، لا دي حقيقة مش احنا اللي بنقولها، التاريخ هو اللي بيقول. تعالوا نقرا التاريخ، تعالوا نقرا ان مصر دايما كانت دولة مستهدفة، تعالوا نقرا ان اليهود والهكسوس وكل دول لما حاولوا ان هم يدخلوا مصر كانوا عارفين كويس جدا ان هم داخلين مش اي بلد، دي مصر، مصر الغالية علينا كلنا. تعالوا نشوف ان دايما العدو بيقول ان مصر لازم دايما تكون في حالة خمول، لانها لو صحيت، لو المارد المصري صحي، لا ده هيحقق كتير قوي. وهو ده اللي بنشتغل عليه النهارده، وهو ده اللي بنقوله النهارده. محتاجين نشتغل، محتاجين نحب بلدنا بشكل ايجابي. عندنا مشاكل، عندنا صعوبات، عندنا تحديات، لكن احنا ايه غير اننا لما بنواجه المحن بنقول للناس احنا المصريين، احنا المصريين ولاد المصري القديم اللي قدر ان هو يتفوق في كل المجالات. خلونا نبص لتاريخنا، خلونا نشوف حضارتنا، خلونا نعرف قد ايه احنا حققنا حاجات كتيرة في كل المجالات، ونشعر بفخر ونشعر بزهو، ونحس ان احنا الامتداد لسلسلة كبيرة جدا من الحضارات اللي موجودة، وهتفضل مصر دايما رافعة راسها بيكو وبينا وبكل الناس اللي عايشة فيها بالمصريين. مهم جدا النهارده احنا قلنا احنا عاملينه يوم في حب مصر، هنحتفل بالفالنتين على طريقتنا مع حبيبتنا مصر، هنحتفل ونقول للناس كلها تي شورت اي لاف ايجيبت دي اللي احنا لابسينها، عايزين نقول للناس كلها نلبس اي لاف ايجيبت، بس مش باللبس بس، من جوه كمان. ورا القلب هنا في قلب وفي روح بتحب البلد دي جدا جدا جدا، عايزين من خلالها كل لعيب كوره يطلع يقول مصر ويرفع تي شيرت علم مصر، وعلم مصر يترفع فوق في المجال بتاعه.
لعيبه الاسكواش، لعيبه الهاند، لعيبه الرياضه باي شكل من الاشكال. تعالوا نروح للفن ونقول نفس الكلام، تعالوا نقول للاقتصاد، تعالوا نروح للسياسه، تعالوا نروح للسياحه اللي راجعه تاني بعون الله، تعالوا نروح للمؤتمر الاقتصادي اللي هيتعمل في وقت وان شاء الله هيبقى اكبر مؤتمر اقتصادي هيتعمل في مصر، تعالوا نروح للانتخابات البرلمانيه اللي هتتعمل في ميعادها ان شاء الله، ونخلي بالنا ونقدر ننقي الناس اللي هتمثلنا في البرلمان بتاعنا، برلمان مختلف عن اللي فات، مش خدمات، هيبقى في شغل بجد لمصر بإذن الله. ودي مسؤولية وده واقع لازم نعيشه، زي ما مصر عمرها ما بتنسى أولادها، وزي ما عمرنا هننسى شهدائنا، وزي ما عمرنا ما هننسى الناس اللي بيضحوا علشان خاطر بلدنا، هنفضل كلنا رافعين اسم مصر. مصر عمرها ما بتنسى أولادها، وإحنا كمان عمرنا ما هننسى مصر. ودايما هيكون شعارنا مش بس علشان نقول تحيا مصر في كل المجالات، لكن عشان نشعر بزهو ونشعر بعزة ونشعر بكرامة ونشعر ان احنا مختلفين امام العالم كله. هنعدي كل الصعاب، هنقول الله يرحم كل شهدائنا في كل المجالات اللي ضحوا بأرواحهم علشان خاطر بلادهم. هنقول ان احنا في مواجهة حرب الإرهاب، وهنفضل في مواجهة حرب الإرهاب اللي بتستهدف كل الدول العربية. كلنا هنكون ايد واحدة، وكلنا هنحب بلدنا، هنحب مصر. ومش معنى كده ان احنا مش هنحب بعض او مش هنحتفل بعيد الحب اللي العالم كله بيحتفل بيه، لكن في الأول وفي الآخر حبنا الأكبر، حبنا الكبير لأمنا الكبيرة لمصر. ودايما يا رب تحيا مصر. تحيا مصر. مصر مصر مين ما يحبش مصر؟ مصر مصر مين ما يحبش مصر؟ مصر الأرض السمراء مين ما يحبش مصر؟ مصر النيل والقمرة مين ما يحبش مصر؟ مصر الناس الأمراء، مصر الناس الأمراء، والحكايات مع صوت أرجولي. مصر الشمس الدافية مصر النسمة الصافية، مصر تاريخ جغرافيا. شوف يا دنيا وانت تقول مين ما يحبش مصر؟ مصر جمال ولطافة مين ما يحبش مصر؟ مصر كرم وضيافة مين ما يحبش مصر؟ مصر هرم وثقافة، مصر هرم وثقافة، أجمل ورث أبويا سابهولي. مصر الراية العالية مصر الأم الغالية، مصر بحبها مالية كل الدنيا رب تنولي. الراية العالية الأم الغالية. مين واخرج من هنا
تبكي وانوع لو مش عارفكم تبكي وانوع عايز اروح خمرنش ورد الباب تحت اللهجات نسيت عهد اللي قلبي حكاه وقلبي داب خمرنش ورد الباب تحت اللهجات نسيت عهد اللي قلبي حكاه وقلبي داب رموشه كمية على خده جناح رفرف على ورده بلادي بلادي لك حبي وفؤادي بلادي 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 لك حبي وفؤادي مصر يا أم البلاد أنت غايتي والمراد وعلى كل العباد كم لنيلك من أيادي بلادي 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 لك حبي وفؤادي بلادي 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 لك حبي وفؤادي بلادي بلادي لك حبي وفؤادي. فرقة شارع الفن صباح الفل. الحقيقة أنا عايزة أشكركم، أنتوا فاجئتونا إن إحنا بنبدأ ببلادي ودي أحلى بداية لينا معاكم النهاردة. كل سنة وأنتوا طيبين. مصر جميلة طبعا، يعني نتعرف بسرعة كده، حنان وأحمد ومحي ومحمود ومصطفى منورنا، ومصر جميلة وعايزين نسمع منكم حاجة حلوة كده إن شاء الله. سمعونا إيه، نبتدي بيه؟ طيب هنسمع دلوقتي الفنان أحمد محسن هيقدم لنا عظيمة يا مصر. الله. ودايما عظيمة يا مصر. جوك مطر بدرة منور ليل الأمم عظيمة يا مصر عظيمة يا مصر يا أرض النعم أرض الكنايس أرض الجوامع أرض الجناين أرض المزارع أرض الكنايس أرض الجوامع أرض الجناين أرض المزارع أرض المداين أرض المصانع عشت يا مصر يا أمي الهرب عظيمة يا مصر يا أرض النعم عظيمة يا مصر يا أرض النعم يا مهد الحضارة يا بحر الكرم نيلك ده سكر جوك معطر بدرة منور ليل الأمم عظيمة يا مصر
عظيمة يا مصر يا أرض النعم. جميله الاغنيه، حلوه قوي، احسن حاجه نبتدي بيها. شكرا احمد. عظيمه يا مصر، ودايما مصر عظيمه بكل حاجه فيها. واعتقد النهارده واحنا عاملين اليوم عيد الحب، عيد حب لمصر، فاحنا بنحب مصر، بنحبها بكل اللي فيها، بنحبها بحلوها وبمرها، بنحبها بمشاكلها وباحلامنا اللي بنعيشها وبترابها. فيها وبترابها وشوية التراب اللي جم الفترة اللي فاتت الناس كلها وزي ما قال نيلك ده سكر، جوك معطر، بدرك منور بين الامم. هي دي مصر بلدنا. النهارده زي ما قلنا هنعيش معاكم، وشارع الفن هيكون معانا على مدار الحلقه ويمتعنا بالاغنيات الجميله، وكمان هنتكلم مع عدد من ضيوفنا. هنبدا بمين يا حاتم؟ هنبدا بالدكتوره زينب شاهين، خبيره التنميه البشريه. هنتكلم في ايه؟ هنتكلم عن حب مصر، هنتكلم عن حب الوطن، هنتكلم عن الانتماء، هنتكلم على ازاي اهالينا قدروا ان هم يغرسوا فينا حب البلد، حب مصر. لما بتشوف العلم او بتسمع كده وانت ماشي بره مصر او في مصر، يقول لك ار يو ايجيبشن؟ ايه ده انت مصري؟ لو انت بره يا خبر ابيض ايه ده، بتحس عارف لما الدم يجري كده في عروقك وحاجه سخنه كده بتجري، بتحس بفخر كده وتحس بقيمه نفسك، تحس ان انت عملت حاجه عظيمه جدا وانت اصلا ما عملتش حاجه غير انك مصري، لسه بقى ما شفتش انت عملت ايه، انت مين وبتعمل ايه، دي قصه ثانيه خالص. تخيلوا بقى الموضوع ده، تخيلوا ان اهالينا غرسوا فينا الموضوع ده. احنا دورنا بقى جاي ايه؟ نعمل ايه مع اولادنا؟ نحببهم في بلدهم ازاي؟ هل احنا قادرين فعلا ان احنا نوصل حته الانتماء دي لاولادنا، ولا التكنولوجي والانترنت والموبايل فونز والحاجات دي كلها واخداهم مننا، واخداهم من مصر؟ عايزين نرجعهم تاني، عايزين نرجع الحاجات الحلوه، الجدات. طول ما فاكره كذا مره نقول الجد والجده اقرب حاجه للاحفاد. اقعدوا مع اولادكم، احكوا لهم، لاولاد ولادكم كمان، عز الولد ولد الولد. اقعد مع اولاد ولادك واحكي لهم عن مصر وجمالها، وقد ايه بلدهم حلوه، وقد ايه بلدهم يعني محتاجاهم في الفتره اللي جايه، ولا ايه؟ مش عايزه بس اللي يسمعنا يقول انتوا بتتكلموا كتير وانتوا بتقولوا كتير واحنا عندنا مشاكل واحنا مطحونين. على فكره كلنا بنعاني من المشاكل دي، ومش معنى ان احنا بنطلع نقول ده اننا بنقول ان احنا ما عندناش مشاكل او الدنيا جميله او ان المصريين دول عايشين في رفاهيه. بالعكس تماما، احنا بنقول الكلام ده عشان نستمد الطاقه الايجابيه، عشان نستمد القوه، عشان نرجع ونقول ان احنا طول عمرنا وتاريخنا بيقول اننا ناس مختلفه، وان المصري على مدار كل السنين بيحقق حاجات كتيرة جدا، مش بس زمان لكن النهارده. تعالوا نشوف النماذج، تعالوا نشوف الدكتور مجدي يعقوب، النموذج المشرف للمصري اللي بيحب بلده بجد، بيحب بلده بالعمل، بيشتغل في كل الأحوال وبيشتغل في كل شيء. عشان كده مش اتقدر مننا بس كمصريين لكن اتقدر من العالم كله. تعالوا نشوف النماذج اللي استطاعت ان هي تكون بالفعل محل فخر في كل البلاد اللي موجودة فيها. يعني مش عايزة أعدد حد. تعالوا نشوف المهندس هاني عازر، تعالوا نشوف الدكتور أحمد زويل، تعالوا نشوف دكتور فاروق الباز. نماذج كتيرة قوي في كل المجالات. هم دول المصريين اللي بيحبوا بلدهم واللي احنا لازم ناخدهم قدوة لأولادنا. ما بنقولش ان احنا مش هنعيش مع التكنولوجي، بالعكس احنا عايزين التكنولوجي وعايزين نتقدم بيه، لكن في نفس الوقت ناخد منه الحاجة اللي تفيدنا، وما نديش فرصة للغرب او لأي حد ان هو يستولي على افكارنا بأي شكل من الاشكال. نجلة معلش، اديني دولة في الدول دي كلها ما عندهاش مشاكل، واديني حد ما عندوش مشاكل وبيطلع يقول انه بيحب بلده. وبعدين احنا دورنا ان احنا نطلع نقول ان احنا بنحب بلدنا وبلدنا حلوه، ده دورنا كاعلام، ولازم نقف مع بلدنا في الوقت ده. بلدنا محتاجانا ولازم نطلع نقول بنحبك يا بلدي. عندي مشاكل زي ما قالت نجلة، عندي مشاكل كتير لكن عندي حلول، وعندي محاولات للحلول، وعندي حب المصريين لبلدهم هيخلوها تقف وتبقى احسن بلد في الدنيا. وانا مش مؤمن بس بالموضوع ده، انا متاكد ومؤمن وعندي احساس فظيع ان احنا في خلال الفتره اللي جايه بلدنا هتبقى احسن بلد، ودورنا ان احنا نطلع نقول الكلام ده، وبس لازم نبقى مؤمنين بيه، واعتقد ان احنا مؤمنين بيه. انا اكيد احنا مؤمنين بيه. احنا بنوجه الكلام ده لاي انسان ممكن ان هو بس يحاول ان هو يتكلم. خلونا نتكلم، نقول ان الكلمه دايما بتعبر، ان احنا لغايه النهارده بنستمد من شعرائنا اشياء كثيره جدا بيعبروا من خلالها عن القيمه الساميه اللي معنى سامي جدا وهو الحب. النهارده كمان هيكون معانا الشاعر عامر احمد يونس، وهنشوف بقى ازاي ان احنا نحب بلدنا ونحب نفسنا. الانسان لما يحب نفسه اكيد كمان هيرتقي بحاجات كتيره جدا. اعتقد كمان هيكون معانا لقاء اخر. هيبقى معانا سولا السيسي من فرقه شارع الفن في الاخر خالص. هنقعد بقى نتكلم معاه عن الفريق ونتكلم على حاجات كتيره جدا في الفن. طيب خلونا نطلع فاصل سريع مشاهدينا الكرام، ونرجع نستقبل دكتوره زينب شاهين خبيره التنميه البشريه عشان نتكلم فيها عن كل حاجه خاصه بمصر. يلا بينا.